ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل اكله مش مكلفه، وفي نفس الوقت هي حلوه قوي ومفيش حد ما بيحبهاش. اكلتنا ايه هي؟ هنعمل مسقعه. آه، في الاول خالص هحط حته تومه مع شويه زيت في الحله دي على النار، يا دوب تقلبتين، وهنزل بالصلصه او بعصير الطماطم. انا كده حطيت الطماطم، عصير طماطم مع معلقه صلصه. هزود شويه ميه صغيرين جدا. هسيبها تتسبك، هغطي عليها الحله واسيبها تتسبك براحتها، مش مستعجلين عليها خالص. هنعمل ايه تاني؟ معايا هنا بتنجان كوبي، انا قطعته يعني بالشكل ده. ومعايا هنا كام قرن فلفل حامي اخضر، هقليهم في الزيت. هقلي الفلفل الاول عشان الزيت يبقى حامي، وبعدين هقلي البتنجان. هخلص هقلي البتنجان ده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي بقلي الفلفل الاول، ده بيخلي الزيت اللي هقلي فيه البتنجان بيبقى طعمه حلو. اهم حاجه خلي بالك، لان البتنجان بيطرطش جامد ودايما بنتلسع من الزيت اللي بيطلع منه. تمام. الفلفل ده هنستخدمه في المسقعه طبعا، يعني مش بيتقلى لوحده، مش بيتقلى وهنركنه يعني. الاكله دي معرفش، هي اكله مصريه 100%. معرفش بقى الدول العربيه عارفينها ولا لا. وفي ناس بتعملها باللحمه المفرومه، بس بصراحه انا جربتها باللحمه المفرومه، طلعت طعمها لا بايخه قوي يعني. هي ما بتتاكل يعني. احنا بالنسبه لنا كمصريين مسقعه يعني بتنجان وصلصه بالفلفل. الاكله دي انا بعملها مثلا، بجيب كيلو بتنجان وبعمله وبشيله في علبه في التلاجة. بيقعد معايا مثلا يعني يقعد قد ما يقعد، ممكن يقعد اسبوع. في اي وقت هتطلعي حته تسخنيها وبتتاكل، او في ناس هي اسمها مسقعه فبتتاكل ساقعه، حسب ما انتي بتحبي. بس هي اكله يعني بتفضل معاكي في اي وقت انتي مالكيش مزاج تعملي اكل، بتطلعي منها وبتاكلي. يا اما بتتاكل جنب السمك، لو بتعملي سمك بتتاكل جنبها. طبعا انا خايفه احط البتنجان دلوقتي، الحمد لله ما طرطش قوي يعني. طبعا البوتاجاز هيبقى زي الزفت من كتر الدهون في حاجه نسيت اقول لكم عليها. انا لما جيت اقطع البتنجان كده رشيت عليه شويه ملح وسبته مثلا حوالي ساعه اتنين.
ليه بقى انا بحط عليه ملح واركنه؟ عشان يطلع الميه اللي جواه على قد ما بنقدر، عشان ما يطرطش واحنا بنعمل كده، بس بيطرطش برضه، بس هو لازم كده يترش عليه ملح ويتركن شويه. هنخلص بقى كل الكميه وارجع لكم تاني عشان نشوف هنجمع المكونات دي ازاي، وايه اللي هيدينا الطعم الخطير، ايه اللي هيخلينا نحب ان احنا نجربها ونعملها. هرجع لكم تاني. انا هنا خلاص التسبيكه بتاعتي بقت تمام. هبدا ان انا احط التوابل، اساسي معايا في اي اكله. شطه، هو اصلا الفلفل المقلي مولع. هحط رشه فلفل اسمر، رشه كمون، كمون وفلفل اسمر مش كتير، رشه كزبره، والمكون الاخير والاساسي ملح. هنحدق حسب ما انتي بتحبي. بحب الاكل حادق هحط ملح كتير، بحبه مش حادق ومظبوط مش هحط ملح كتير. كده الصلصه بتاعتي جاهزه. هسيبها بس تبرد، لان ما ينفعش احطها في بلاستيكه، علبه بلاستيك يعني، وهي سخنه بالشكل ده. ده الشكل استنوا. ده شكل البتنجان بعد ما انا قليته. شايفين اللون ده حلو قوي، يعني ما تحرقيهوش عن كده وما تطلعهوش فاتح عن كده. اللون ده بيدي طعم للبتنجان حلو جدا جدا جدا. تمام. معايا انا هنا علبه بلاستيك، هي دي اللي هحطها في التلاجة. هبدا اعمل طبقه من البتنجان، وطبقه فلفل، وشويه صلصه. كده انا حطيت طبقه بتنجان، وهنزل بطبقه صلصه. دلوقتي هي بردت، هدوقها الاول. الحقيقه بتاعها مظبوط. هنزل كده ايه شويه صلصه بسيط، وهرجع اعمل طبقه بتنجان وطبقه فلفل، وهكذا طبقه فلفل، طبقه صلصه، وطبقه بتنجان، واخر شويه الصلصه. ودول شويه المسقعه بتوعنا، تقدري تشيليهم في التلاجة. هيقعدوا معاكي حوالي اسبوع مثلا او اكتر، وتطلعيهم تستخدميهم في اي وقت انت حابه تعملي الاكله دي، او جنب اي نوع اكل. ممكن تتعمل جنب سمك زي ما قلتلك، بتطلعي شويه جنب السمك وبتتاكل معاه. الاكله دي جميله جدا جدا جدا، انصحك تجربيها. بغطي كده خلاص. انا اتاكدت ان المكونات كلها بردت، مفيش حاجه سخنه. حطيتها في العلبه البلاستيك وهغطيها اهي، وهدخلها التلاجة. وبكده تكون اكلتنا النهارده خلصت. هي اكله سهله وبسيطه. يا رب تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.